من أهم أغنيات الست أم كلثوم، وليها حكايتين: حكاية اختيار أم كلثوم للأغنية وحكاية كتابة القصيدة أصلا. سنة 1970 نشر الشاعر صالح جودة في إحدى مقالاته الأسبوعية بيقول إن بعد ما أم كلثوم غنت حفلتين في السودان في إطار حملتها لدعم المجهود الحربي في مصر بعد النكسة عام 67، رجعت من هناك وفي قلبها شحنة حب كبيرة للسودانيين، وإنها قالت له إن كل الشعوب العربية عايشة مع مصر محنة الهزيمة، لكن أعماقهم هم السودانيين. وبعد كده سألته تفتكر إزاي أقدر أعبر عن حبي ليهم، وقبل ما هو يجاوب كانت قالت له إنه أغني قصيدة كتبها شاعر سوداني، وأسندت له بعد كده وظيفة البحث عن القصيدة. وفعلا بعد ما دور في مكتبات كتير جدا وجمع دواوين سودانية كتير استقر على 5 قصائد وبعتهم لأم كلثوم. بعد كده تم اختيار قصيدة أغدا ألقاك. الجانب الآخر الهادي آدم اللي كان طالب سوداني بيدرس في مصر وحب بنت مصرية وبدأ يتقدم لها مرة و2 و3، لكن أبوها رافض، ورغم إن هو اتحايل عليه بكل الطرق ودخل كل الناس اللي ممكن يحلوا له المشكلة دي، إلا إن والدها كان رافض تماما. فرجع السودان مستسلم، وكان بيقعد تحت شجرة يوميا يكتب لها جواب فيه قصيدة جديدة، لحد ما ردت عليه في جواب وقالت له إن والدها وافق وفعلا حدد له ميعاد ومستنيه فيه. وهنا